اسمعني كويس. لو في يوم كنت ماشي على طريق سفر بالليل وشفت عربية أكل واقفة لوحدها في نص الصحراء، ما توقفش عندها. حتى لو كنت جعان، حتى لو تعبان، حتى لو صاحب العربية كان بيبتسم لك. لأن بعض العربيات مش بتبيع أكل، بعض العربيات بتبيعك للموت. قبل ما نبدأ، قول لي في الكومنتات، لو كنت مكاني كنت أتكمل شغل في العربية ولا كنت هتهرب من أول ليلة؟ أنا اسمي أمير، عندي 26 سنة، وأسوأ قرار خدته في حياتي إني اشتريت عربية فود تراك مستعملة من على الفيسبوك. العربية كانت رخيصة بشكل يخوف، بس وقتها كنت محتاج شغل. صلحتها وحولتها لمطبخ صغير على العجلات، برجر، طعمية، بطاطس، أي حاجة تتاكل على الطريق. وكنت بشتغل على طريق السخنة من بعد 12 بالليل للفجر. الطريق هناك بالليل عامل زي عالم تاني، صحراء، هوا بارد، شاحنات نقل وضلمة ملهاش آخر. فأول ليلة حصلت فيها حاجة غريبة. كنت واقف جنب كمين قبل نفق الشلوفة، الساعة كانت 1:15 تقريبا، وفجأة شفت راجل جاي من بعيد لابس بدلة وجينز، ماشي لوحده في نص الطريق الصحراوي. بس اللي كان مرعب إنه كان بيتحرك ببطء شديد، كأنه بيتزحلق على الأرض. ولما قرب، وشه كان شاحب بطريقة تخوف. وقف قدام الشباك وبصلي من غير ما يرمش وقال لي: عندك أكل؟ قلت له: أكيد، تحب إيه؟ قال: أي حاجة بس تكون سخنة. جهزت له ساندويتش برجر، ولما دفع الفلوس إيدي لمست الورق. الفلوس كانت باردة جدا وفيها ريحة غريبة، ريحة ورق جديد. الراجل أخد الأكل ومشي ببطء واختفى في الضلمة. أنا بصيت على الفلوس وكانت الصدمة. تاريخ الإصدار 2012. الفلوس شكلها جديدة جدا، بس بقالها 12 سنة. قلت أكيد عادي، بس بعدها بساعة جت ست لابسة عباية رمادي، ظهرت فجأة من ناحية الصحراء، قربت من الشباك وقالت: نفس اللي خده قبلي. قلت: مين؟ قالت: الراجل اللي كان هنا. أنا اتلخبطت لأني ما شفتهاش واقفة في أي مكان. جهزت لها الأكل بسرعة، ولما دفعت، نفس البرودة، نفس الريحة، ونفس التاريخ 2012. الست أخدت الأكل ومشيت ببطء واختفت في الضلمة. بعدها بدقايق تليفوني رن، رقم غريب. رديت، مفيش صوت، بس كان فيه همس بعيد، كأن ناس كتير بتتكلم تحت المية. المكالمة قفلت. الساعة قربت على 3:30 والطريق بقى فاضي تماما. الهوا بقى أبرد، حتى الشواية بدأت تطفي لوحدها. وفجأة شفت راجل جاي من بعيد لابس جلابية بيضة، قرب من العربية وقال: عندك حاجة سخنة يا ابني؟ عملت له شوربة عدس، ولما دفع الفلوس عرفت قبل ما أبص 2012. سألته: هو إيه حكاية التاريخ ده؟ الراجل بصلي شوية وبعدين قال: أنت اشتريت العربية دي منين؟ قلت له: من واحد على الفيس. قال: العربية دي كانت بتاعت أختي وابنها. أنا سكت. قال: ماتوا هنا سنة 2012. وقتها حسيت إن الهوا وقف حواليا. الراجل كمل وقال: كانوا راجعين من السخنة، العربية وقفت بيهم هنا، نزلوا يغيروا الكاوتش، عربية نقل دخلت فيهم. وبعدين بص للعربية وقال: بس هم ما سابوهاش. أنا بلعت ريقي بالعافية. قلت له: تقصد إيه؟ قال: كل ليلة بيرجعوا يدوروا على أكل، على دفى، على أي حاجة تفكرهم إنهم كانوا لسه عايشين. وبعدين قرب من الشباك وقال: واضح إنهم حبوك. الجملة دي لوحدها خلت قلبي يقع. الراجل لف ومشي واختفى في الضلمة. وفجأة سمعت خبطة جاية من جوه العربية، تك. لفيت بسرعة، مفيش حاجة. وبعدين الخبطة اتكررت. رفعت عيني على المراية الصغيرة اللي فوق الشباك وشفت طفل صغير قاعد ورايا، وشه محروق من ناحية وباصص لي. لفيت بسرعة، مفيش حد. رجعت بصيت للمراية،
كان لسه موجود، والمرة دي كان بيبتسم. وفجأة سمعت صوته، صوت طفل صغير مبحوح: احنا جعانين يا عم أمير. نور العربية بدأ يطفي ويشتغل لوحده، وكل مرة النور يطفي كنت أشوف ناس واقفة جوه العربية، الراجل الأول، الست، وأطفال واقفين يبصولي في صمت. ريحة حريق ملت المكان، ريحة حادثة، ريحة جلد محروق. حاولت أشغل الموتور، ما اشتغلش. حاولت تاني، برضه ما اشتغلش. وفجأة سمعت خبطة جاية من الشباك الجانبي. بصيت ولقيت الطفل واقف بره العربية في نص الصحراء، ايده الصغيرة كلها حروق، ورافع كيس أكل فاضي وبيقول: جعانين. أنا ما استحملتش، فتحت الباب وجريت في الطريق الصحراوي وأنا مش باصص ورايا، بس كنت سامع خطوات كتير ورايا، ناس ماشية ببطء وصوت بيهمس. ما تسيبناش لوحدنا. فضلت أجري لحد ما وقفت تاكسي. ركبت بسرعة. السواق بصلي وقال: انت جاي منين بالمنظر ده؟ قلت له: امشي، بس امشي بسرعة. السواق بص في المراية ورايا، وفجأة وشه اتغير وقال: هو انت كنت واقف جنب عربية فود تراك سودا؟ قلبي وقف. قلت له: انت شفتها؟ قال: ايوه، بس الغريب ان ما كانش فيها حد. وسكت شوية وبعدين قال: بس حسيت ان في عيال واقفة تبصلي من الشباك. وصلت القاهرة الفجر، ومن اليوم ده انا مرجعتش طريق السخنة تاني. بس المشكلة ان العربية ما سابتنيش. كل شوية اصحى بالليل على صوت موتور تحت البيت، اقوم ابص من الشباك الاقي عربية سودة واقفة وجواها اطفال قاعدين يبصوا لفوق، واول ما يشوفوني يبتسموا، وعلى جنب العربية مكتوب فود تراك 99، مع ان رقم عربيتي كان 66. واوقات قبل ما العربية تختفي بسمع صوت الطفل بيقول: لسه بدري يا عم أمير، لسه الحساب مخلص. ومن ساعتها بقيت فاهم حاجة واحدة بس، إن في ناس بتموت على الطرق بس ما بتمشيش، بتفضل مربوطة بآخر مكان حست فيه إنها عايشة، آخر أكلة، آخر نفس، آخر دفى. والعربية اللي اشتريتها ما اشتريتهاش من بني آدم، أنا اشتريتها من الموت نفسه. والموت لما يبيع حاجة بيبقى ناوي يرجع ياخدها تاني.